بنك جي بي مورجان بيدرس إمكانية إنه يقدم خدمات تداول عملات رقمية لعملائه من المؤسسات حسب تقارير من بلومبيرج نقلتها وكالة رويترز. الخطوة دي لو حصلت هتكون توسع جديد في النشاط البنك والأصول الرقمية، ولحد دلوقتي كان تركيزه الأساسي على المدفوعات المعتمدة على البلوك تشين وتعرض محدود للكريبتو مش تداول مباشر. مصادر قريبة من الموضوع قالت إن المناقشات لسه في مرحلة بدري جدا ولسه مفيش قرار نهائي اتاخد. ردش فورا على طلبات التعليق، والبنك ما اعلنش رسميا أي خطط لإطلاق تداول عملات رقمية للعملاء. ولو الخطوة دي اتنفذت فعليا هتكون مواجهة لصناديق التحوط ومديري الأصول والمؤسسات الكبيرة مش المستثمرين والأفراد. التقرير ده بيجي في وقت البنوك العالمية الكبيرة تعيد تقييم موقفها من الأصول الرقمية مع زيادة اهتمام المؤسسات وتطور الإطار التنظيمي. يذكر الرئيس التنفيذي للبنك جيمي داميان كان دايما مشتق علنا في العملات الرقمية، رغم ان البنك استمر في تطوير منتجات مرتبطة بالبلوك تشين. ولو المشروع ده اتطبق هيكون إشارة إضافية ان المؤسسات المالية التقليدية بتدخل سوق الكريبتو بحذر لكن بشكل تدريجي. اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.